بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والصلاة والسلام على رسول الحق والعدل والتوحيد. أكرر مرة ثانية بالترحيب بالأخ المناضل ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين، الذي يشارك شعبنا اليمني أفرحه بهذه المناسبة التاريخية والعظيمة. الإخوة الحاضرون، السادة أعضاء السلك الدبلوماسي، الإخوة المواطنون في الداخل والخارج، يا أحفاد سبأ وحمير، أحييكم باسمي شخصيا ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الرئاسة وكل القيادات اليمنية في هذا اليوم التاريخي العظيم، وأتوجه بالتهنئة القلبية الصادقة إلى كل جماهير شعبنا اليمني في الوطن والمهجر، وإلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية بتحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية.